مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجة 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول شيرين و لافا. زملائي، بشكركم على تعبكم أيضا. طبعا رح نكون فريق بوير، وضيفنا بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اخصائي بامراض النساء وجراحتها، لنحكي عن موضوع مهم بيخص فئات معينه من النساء اللي بيعانوا من هالموضوع هذا. رح نرحب بضيفنا، اسمحوا لنا نرحب بضيفنا ونمسي عليه. مساء الخير دكتور. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. شكرا لك لكم دكتور. اكيد لقاء المحبة. اكيد نحن الله مسرورين يحفظكم. جدا، وبنتشكركم على تلبية دعوتكم ايضا لنا، لحتى نفيد مستمعاتنا ومواطنينا بمنبر بوير التوعوي، البرنامج التوعوي. مستمعينا، للي اي حدا حابب يسأل اي سؤال يخطر على بالكم بمجال الجراحة النسائية او امراض النسائية، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101، او عبر الواتساب 093 82 80 81 4. بوير عربي بس المباشر. اذا كنتوا برات البلد فيكن عبر الرسالة تكتبوا السؤال، ورح نجيب على السؤال باخر الحلقة. لنبدأ موضوعنا. موضوعنا مهم كتير، هو عن هبوط الرحم. يا ترى شو هو هبوط الرحم؟ في كتير نساء بيعانوا من هالمرض هذا او هالحالة هاي، خلينا نسميها اذا جاز التعبير. شو هي هالمراحل؟ شو هي الاسباب والدواعي والتشخيص؟ كتير من الاسئلة رح نسألها ونطرحها على ضيفنا، لكن فاصل صغير، خلوكن معنا وبنرجع شوي. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ولا نبدأ حلقتنا عن موضوعنا المهم اللي هو بيحكي عن هبوط الرحم. دكتور، كتعريف لو تشرح لنا عن هذا الموضوع، حالة أو تشخيص هبوط الرحم، شو هو؟ الله يعطيكم العافية. مش هذا موضوع مهم جدا حقيقة، انه موضوع مشكلة بشكل عام يصيب النساء اللي شوي كبار بالعمر، إذا جاز التعبير يعني. وغالبا الموضوع يتطور بصمت، والمرأة تضل تعاني، وكتير أحيانا تكون سبب المشاكل الزوجية بين الزوجين، ويكون هذا هو المباعد الصامت يعني، إذا جاز تمام. التعبير يعني. الرحم عادة عند المرأة بكون في دعامات، في اسمه الرباط الأساسي من جانبي الرحم، عند عنق الرحم مربوط بالجدار الحوض. نعم. في رباط العجزي يعني على عظم العجز على الرحم من الخلف، وفي أربطة خفيفة من جهة الأمام المثاني. هالأنسجة هاي عادة مقبولة، بس في أحيانا مشاكل تطرأ على وضع المريضة مع مرور الزمن، منها تعدد الولادات، منها البدانة، منها مثلا المرأة إذا صابت بمرض يزداد يرفع ضغط ضمن البطن أو الصدر، تمام. مثل سعال مزمن، مثل تدخين، مثل الإمساك القبض المزمن. ممكن إذا كان عندها كتلة حوضية أو عندها مشاكل بتزيد من الضغط داخل البطن. هي المفهوم تبع شلون هي هالأنسجة الداعمة للرحم، هالأنسجة هي إلى حد طاقة يعني، إذا تمام. زاد ضغط عليها يا تتمطط او حتى تتمزق، او حتى يكون في المرضى عندها سبب مؤهب وراثي عندها، انه هالاربطه عندها ضعيفه، مثل كل انسان في اربطه قويه ضعيفه. فالاربطه لما تضعف يصير رحم، يصير هبوط الرحم. فن يعني بمعنى الهبوط، يعني الرحم يصير ينزل لتحت، يعني يصير من المهبل ينزل. فكانك فيك تتصور كانه فتق من جهه المهبل، فتق تمام. بطني من جهه البطن. بقى هو له انواع. اذا كان من جهه المثانه، يعني كان الجدار المهبل الامامي، هو عاده الرحم لما يهبط يجر معه جدران المهبل. نعم. اذا جر معه جدار المهبل الامامي يصير اسمه قيله مثانيه، بمعنى فتق مثاني، تماما. بمعنى كيس البول ينزل لقدام وينزل وراء الرحم. نعم. اذا كان من الجدار الخلفي، هو جدار المهبل الخلفي اللي هو ملتصق مع المستقيم، ومع هبوط الرحم يصير اسمه قيله مستقيميه. هاي كمان يصير يعني توسع بجدار، طبعا يكون صار توسع بفتحة المهبل وفتحة الفرج،
وبنفس الوقت ينزل الرحم، عنق الرحم والرحم كله. طبعا هي لدرجات، هي وتطورها مثل ما قلت تطور بطيء هو. وطبعا في المرأة تتدارك لا تصل لمرحلة يصير هبوط تام أو درجة رابعة أو يصير تحتاج عملية. لازم تتدارك على الحالة قبل ما تصل لهالمراحل هاي. تماما. دكتور، مشاكل العمود الفقري إلها دور يعني باعتبار في تروية عصبية ما لها دور يعني هو بشكل عام من الأسباب المؤهلة بحمل الأثقال، حمل المريضة، آه. المرأة اللي تتعب كتير، اللي نعم. تحمل أثقال كتير، المرأة الولود اللي تولد كتير والولادات عسيرة خاصة. حقيقة بصراحة إن مشان ما نخوف مرضانا بالزمن الحالي هبوط الرحم قل تماما. بسبب قشريات، يعني من أكيد. القياسات بشكل عام هي علميا مو كتير مضبوطة. أها. بس من أحد الفوائد تبعها إنه المرأة تضل تحافظ على الأنسجة الداعمة للرحم، حلو. خاصة إذا كان في صدام القيصري طبعا. نعم. وعدد الولادات أقل هالزمن هذا، صار عدد الولادات أقل وصار في قيصريات أكثر وولادة طبيعية قلت. فبذلك بشكل عام هبوط الرحم صرنا نشاهده أقل، مو مثل الزمن القديم. بس اخواتنا اللي بالزمن القديم اللي كان يجيبوا مثلا 7 اولاد 8 اولاد، والله انا شفت كثير النساء يجوا عندهم هبوط رحم كامل، يعني الرحم نازل بين رجلين، والمراه المراه صامته ومسكينه ما تحكي شيء يعني. والمشكله كان احيانا يقول الرحم يصير هبوط رحم يجر معه المهبل، يجر معه المستقيم المثانه، ويصير يعني تزوي حالب. كان احيانا يصير معه استسقاء كليه من وراء هبوط الرحم. تصور. طبعا هالدرجات هي بالزمن الحالي بصراحه عم نشوفها اقل. تماما. بس قديما لما فتحنا عيادة من شيء 20 سنة كان نشوف هالحالات كثير يعني. بل هلا حالات أقل. فمن ضمن شكل العمود الفقري اللي قلت لي إنه حمل الأغراض الثقيلة، المرأة تحمل شغلات ثقيلة، السمنة، البدانة، يعني ضغط العمود الفقري طبعا يضغط على أكيد يصير ضغط. أما مشاكل العمود الفقري نفسها لحالها بشكل معزول ما لها العلاقة المباشرة مع هبوط الرحم. تماما. دكتور، ذكرت موضوع الصمت. يا ترى هل المرض هذا له أعراض لحتى النساء اللي ما عندهم فكرة عن هذا الموضوع أو اللي عندهم خلينا نفوت يعني هن سؤالين رح يفوتوا بضمن بعض. مراحل هبوط الرحم يا ترى له مراحل، والأعراض اللي عم تظهر على النساء لحتى يعرفوا إنه هل المرأة هي ببداية مرحلة هبوط رحم. هو في شغلة أساسية بالطب. طب الطب في شيء اسمه السيمتومز، نحن هاي بسموه باللاتيني الأعراض اللي يشتكي منها المريض. نعم. وفي ساينز العلامات، هو العلامات اللي يشوفها الطبيب. أيوة. هو عادة العلامات اللي يشوفها الطبيب هو يحدد المرحلة، إنه صار المرحلة الأولى الثانية الثالثة، هاي متعلقة بنقاط تشريحية محددة. بس الأعراض شخصية. في أحيانا النساء مثلا ما تفرقوا، مثل الألم، أحيانا في ناس عندهم عتبة ألم عالية، وفي ناس بكردي بيقولوا يعني هيك جوتنك تفطسن هيك كيف قحفيش جينا. أكيد. فالاعراض كمان الشخصيه، في نساء يعني على الاعراض الخفيف مجرد يصير شويه تعدد بيلات عندها، يصير شويه ارتخاء جدار المهبل، يصير توسع بالفرج، فورا تشتكي يعني تيجي تعالى. خاصه النساء العصر الحديث يعني صار وعي هلا اجتماع النساء بهالزمن هذا، مجرد يصير توسع بالفرج هاي يجوا احيانا يكون درجه خفيفه اقل من درجه اولى كمان بيجوا تعالجوا. بس احيانا في نساء يصير درجه رابعه يصير هبوط رحم كامل، ما يعني كانوا عندها تحس كانوا شيء طبيعي بس هو شيء مو طبيعي. كناحيه الاعراض بلش اول شيء بتوسع بجدار المهبل. احيانا يصير مثل كتله مثل طابه، هالطابه هي مثل مسانه هي تنزل. احيانا المرض الست تلاقي صعوبه بالتبول، لما بتبول بتحط اصابعها من تحت حتى ترفع المسانه تقدر تبول، يصير لان المسانه زاويه الحلية تتخربط، تصير زاويه حاده ما تعطي مجال للبول يطلع مثل الخرطوم لما تكسره، فيصير تزوي حال ما يسمع. في احيانا يصير عنده صعوبات تغوط، يصير عنده امساك، في احيانا يصير عنده مشاكل الجماع يعني. مو يصير في توسع بالمهبل، احيانا يصير دخول هواء اثناء الجماع كذا، فيعني يصير احيانا صعوبات بالجماع، نحن بنسميها الجماع نحن الطبيعيين. المراحل الاكثر يصير لما ينزل عنق الرحم لتحت. عنق الرحم هو لازم يكون بجو رطب، مفرزاته مخاطيه. اذا صار برا التهويه على تلامس مع الثياب يصير جفاف، يصير تقرحات عنق الرحم، ويصير تقرح يتطور عمر زمن الامراض مو كويسه لا سمح الله. اذا نزل اكثر يصير بقى حتى الحالبين لما يفوت على المثانه، الحالبين كان يصير تزوي بالحالب، يصير استسقاء كليه بالاعاقي. هاي طبعا المراحل الاخيره هي طبعا. فاما هاي كناحيه مراحل نحن بنسميها مرحله اولى، لما يكون لسه عنق الرحم لا زال جوات المهبل، ولو شخص ما تضغط على الحاله وتتعب عنق الرحم لا يتجاوز فرجة الفرج. المرحله الثانيه لما يصير العنق على فتحه الفرج تماما. المرحله الثالثه عنق الرحم برا. المرحله الرابعه الرحم كله برا، الرحم كله يصير برا طبعا، مع يسحب معه جدار المثاني الامامي وجدار المثاني وجدار المستقيم معهم. فهي كمراحل، المراحل هي ناحيه تشريحيه بحت يعني.
نعم. اما الاعراض مثل ما قلت لك الاعراض تختلف من مريض لمريض. أكيد يعني. دكتور، لو التجأنا لموضوع الأسباب، مش ذكرتوا من شوي بعض فينا الأسباب، نتخصص فيها أكيد اكثر معلش. أكيد، يا ريت يعني توضحوا لنا أكثر الأسباب اللي الأشيع، سواء هي اللي عندكم بمرضاكم، وسواء كانت طبيا، يعني حسب الكتب ما نقول. اول شيء نعدد الاسباب مشان نعم. تلخيص الوضع. في اسباب اسمها مكتسبه شو هي؟ المريضه بكون جابت لحالها بطرق الحياه المو مضبوطه، مثلا البداني، زياده الوزن طبعا الاحشاء، كل انسان يزداد الوزن الشحم البطني يعني شوفوا مقابله في سرب وفي شحم حول الامعاء، حول الكبد، في نعم. سرب، في شيء كتله شحميه ضخمه تغطي الامعاء، هي نسميها السرب، بالضبط. مومنتوم باللاتيني يسموها. هاي كمان تزداد هذا الشحم بجوات البطني نفسه يزداد يضغط على اعضاء الحوض، أيوة. يضغط على الرحم يعمل. الشيء الثاني هو التدخين، السعال المزمن، قلت لك كل شيء يزيد الضغط ضامن البطن، مثل القبض، مثلا تأثيرات التبول، مثل وجود كتلة بالرحم، مثل كتل الشحمية جوات البطن، مثل حمل الأغراض الثقيلة مع مرور الزمن. في طبعا التأهب وراثي، انه يكون هالأنسجة داعمة رخوة عندها او ضعف الأنسجة داعمة الرحم. في اسباب متعلقة بس اهم شيء المتعلق فيها بالولادات، الولادات العسيرة. العامل نحط الأساسي. نقطة 20 نقطة تحتها. بالطب نحن طبعا من مؤيدي الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية بكل معنى الكلمة. نحن لما نقول ولادة طبيعية يعني ترك الولادة تصير لحالها تماما. اسمه الانتظار الفعال. نعم. مريضة صار مثلا وقت ولادتها صار شهر تاسع تصبر عليها، صارت آخر شهر تاسع تصبر عليها، مضى أسبوع من شهر تاسع، ما دام ما عندها ضغط، ما عندها سكري، ما عندها ضيق حوض، ما عندها ضخامة جنين، ما تصبر عليها. إجا مخاض تصبر على المخاض، إجا طلق ضل 24 ساعة تتمخض عليه. حلو. بس المشكلة هذا كلام أقول لك إياه نظري، بس والله عمليا صعب العالم يطبقه. صح. يعني يشوف واحدة تتألم ويجيها وجع 24 ساعة تولد، بيجوا لما تيجي المريضة يجي طبيب النسائية أو القابلة تتدخل تعمل تحريض وتصير كبس طبعا، لأنه المريضة صارت بحاجة لازم تخلص من الحالة هاي. طبعا. هن ما يسوا العقابيل للمستقبل. فالولادة العسيرة، استخدام المحجم والملقط، طبعا هذا المحجم والملقط هالزمن تقريبا التغى، ما عاد حدا يستخدمه. تماما. كان سابق يستخدموه هذا يجرح معه، هالفترة هلا صار أقلها يعني. الولادات المريضة اللي عندها السكري مثلا يكون عنده جنين عرضة، جنين كبير، الجنين عرضة ولادته فعلا صعبة، ولادته صعبة بكل مقاييس يعني. تماما. كان زمن قديم يصروا على توليده، وهالولادة هاي كانت تعمل مع معظم يصير معهم هبوط الرحم. نعم. فنحن هاي أحد الأسباب الرئيسية الولادات العسيرة وتعدد الولادات. أكيد. طبعا إذا ولادة عسيرة واحدة بالعمر كمان مو مشكلة، بس إذا صار 4 5 ولادات كلها ولادات عسيرة أكيد يصير هبوط رحم، ما في مجال يعني. مؤكد. التحريض مثل تحريض المخاض، التداخلات الولادية، فهم الشغلات المؤهبة لهبوط الرحم. تماما. لحتى أذكر المستمعين اللي عم يسمعونا هلا، ضيفنا بالاستديو دكتور رضوان محمد، أخصائي بأمراض النسائية. طبعا بخدمتكم نحن، بأي سؤال يخطر على بالكم فيكم تشيلوا السماعة وتدقوا على الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أيضا عبر البث المباشر بوير عربي فيكم تنضموا لنا. يلي برات البلد فيكم تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم، راح نجيب على سؤال بآخر الحلقة. مشاهدينا ومستمعينا، دكتور رضوان محمد، أخصائي أمراض نسائية، عم نحكي عن موضوع هبوط الرحم للي عم يسمعونا هلا، وحكى لنا الدكتور عن كثير أمور مهمة، وصلنا لعند الأسباب والأعراض. بهالحالة دكتور، بعد ما المريضة بتزور العيادة، وكيف الطبيب بيشخص هالمرض هذا؟ شو الإجراءات التشخيصية، سواء بالفحص السريري، بالإيكو، بالأمور الإجراءات التشخيصية؟ طبعا بالطب نحن دائما الطب على فكرة الطب كتير مدرسي. لما أقول طب أكاديمي نتمنى طبعا من أخواتنا المرضى والأخواتنا الأطباء كمان التقيد المعايير العلمية. نعم. في أعراض مثل أعراض والعلامات الطبيب يشوفها، في بعدين فحوصات مساعدة. بشكل عام هو رحم أكثر شيء عياني، هو يعني طبيب نعم. بيشوفه بالسبيكولوم في منظار مهبل، يقدروا مريضة تضغط أثناء الفحص نعم. النسائي يبين درجات معهم. في بعدين في وسائل تشخيص مساعدة مثلا إيكو مهبلي، عبر المهبل، إيكو البطن، في تحاليل فحوصات رنين مغناطيسي، طبقي محوري. طبعا هذا الإجراءات التشخيصية الزايدة هاي مشان كشف إذا في أمور أخرى. نعم. هو المريض تقريبا أحيانا المريض يجي المريض نفسه جاي مشخص حاله، مشخص، بس طبيب يجي بقى يحدد المرحلة ويعطيه بالضبط. تعليمات، إما
معالجة دوائية أو معالجة جراحية أو يعطي تعليمات وقاية نعم. التخفيف. بس يعني اسمت له الأعراض العلامات الفحوصات المساعدة تماما. هي يتشخص المرض بسهولة. تماما. دكتور، بعد ما يجي الطبيب للتشخيص بنوصل أكيد دائما للعلاج. العلاج كيف بيتم يا ترى؟ في أمور خلينا قبل ما نلجأ لموضوع الطبيب الجراح يلجأ لموضوع الجراحة، يا ترى بهيك حالة في أمور يعني فيكم تعالجوا هالوضع هذا بأمور غير الجراحة؟ طبعا هو درجات. هو إذا المريض تيجي بمرحلة أولى نعم. كثير منه نحتاج بس شوية تعليمات وبسموها لايف ستايل تشينجز، يعني تغيير نمط الحياة. مثلا إذا في بدانة تحاول تعمل رياضة، طبعا هلا بدنا نيجي على في تمارين كيجل اسمها كيجل اكسرسايز، تمارين خاصة بهبوط الرحم، هاي مقوية لجدار المثانة جدار المهبل المستقيم. هاي التمارين مشان نحكيها بالعامية مثل ما واحد يمسك حاله، يمسك بول ويمسك البراز يعني. تماما. مثلا هو بموقف حرج بده يمسك حاله ما يخلي بول يعني. يمسك 5 ثانية ويشلت 5 ثانية. هاي لازم تعمل هالتمرين هذا يوميا شي 100 مرة. 25 كل 4 ساعات 25. طبعا التمرين هي قاعدة بيت عادي، ترتخي تعمل مسك بول مسك الهاي وترتخي تشد هاي تمسك وتشد المسارات والأنسجة الحوضية الداعمة. هاي اسمها تمارين كيجل، طبعا اسمها عالم كيجل. النمط الآخر هو تغيير نمط الحياة، تخفيف الوزن، إذا في سكري تعالج السكري، إذا في سعال مزمن التهاب قصبات مشان ضغط تشيله، إذا في مساك تخفف المساك تعالج المساك. تمام. مثل في أدوية مساعدة كمان. في أدوية هلا نازل بالسوق عندنا بالنسائية، في أدوية مقبضة للمهبل، تقبض المهبل جدار المهبل. في كريمات، في جينا كريم، في يعني في كريمات كتير، في فاجينال نارو، يعني كريمات متوفرة أسماء تجارية هاي، بس يعني في كريمات مقبضة للمهبل بتستخدمها أسبوعيا مرة. في محلول كمان مثل دوش ما بتستخدمه اسمه مثلا أستري، أحيانا ينفقد أحيانا يتواجد، هذا كمان تستخدمه كل أسبوعين مرة. وطبعا يفضل تستخدمه قبل الجماع مشان العلاقة الزوجية كمان. الرياضة بتاخذ غير تمارين كيجل، الرياضة العامة كمان مثل مشي، حركة، تغيير نمط الحياة. بس هالتمارين تبعنا لا تشمل تمارين رفع الأثقال والأوزان، هاي ممنوعة طبعا. تماما أكيد. يعني التمارين اللي فيها حركة، مشي، رياضة، سباحة الخفيفة، تمارين خفيفة تخفف الوزن وتحرك نشط الجسم. تمام. بتعطيك الأدوية، في أدوية غيرها كمان، نعطي أحيانا أدوية مشان تساعد على موضوع البول، لأنه في بعض مرضى يشتكوا من فلتان البول، يعني نحن بنسميها سلس بول جيت. هاي من العلامات المرافقة لهبوط الرحم، مشاكل مثانة. في أحيانا ياخذوا يورونيوم أو ياخذوا ريكسبلاد أو ياخذوا هاي دواء أنتي كونيرجيك ساعدها في عيار 5 و10 و15 ملغ، تاخذ حبة مثلا أو حبة مرتين يوميا. هاي كمان تخفف عليها الموضوع، يصير نشفان شوي بالبول مشان ما يفلت البول معه تماما. بعدين يعني الحالات الثانية مثلا إذا في مرضى، هاي نحن على الدرجة الأولى. الدرجة الثانية كمان ممكن أحيانا المريضة إذا تكون متساعدة مع طبيب وطبق التعليمات ممكن ترجع للدرجة الأولى وتصير المرض مقبول معها. بعدين ده الموضوع على هو رضاء المريض، إذا مريض رضي عن النتائج وكانت كويسة يتابع الحالة يعني. إذا ما مش الحال بقى بعدين في جراحة وفي جراحات مختلفة هلا رح نذكرها لاحقا يعني. أكيد. إذا الطبيب بيلجأ للجراحة دكتور، وتحكي لنا عن موضوع الجراحة كيف بيتم؟ في قبل الجراحة فينا احنا نعطيك هذا المرض باعتبار المرض يصير معظم النساء بعد الولادات العديدة، وبعد أحيانا يكون مثلا بعد العمر نسبيا كبير يعني. نعم. أحيانا بعد سن الضهي، يعني معظم يجوا أحيانا بعد سن اليأس الثاني. بس طبعا التعبير ما نحبه كتير. تمام. بس يعني بعد سن انقطاع الدورة. نعم. فبعد هالعمر هذا لما بيجوا هدول في بعضهم يكون عندهم مشاكل، مثلا بدها تكون عندها سكري او عندها ضغط او عندها مرض قلبي او زياده بداني او عندها مشاكل عظميه مثل هشاشه عظام. هدول احيانا ممكن لا يتحملوا الجراحه. هلا في موضوع اسمه موضوع الكعكات، اسمه الحلقات او هاي بنسميها كعكات. كلمه كعكات مو حلوه بس اسمها حلقات مهبليه فاجينال بيساري. هي درجات كمان، في صغير ووسط وكبير. هاي حلقة مطاطية نرفع فيها عنق الرحم ونرفع له فوق وتنفتح مثل مظلة يضل الرحم فوق. هاي مرضى اللي خاصة المقعدين الكبار بالعمر. بصراحة أنا هذا شفته، هذا عملي للمرضى اللي ما يقدروا يعملوا عملية. هذا كمان علاج مؤقت طبعا، كل فترة لازم تطلع كعكة تنظفها مطهر وترجع لها، لأن المرضى نفسها تبقى هي لحالها. تمام. هاي الكعكات مالي للمرضى اللي عندهم درجة ثالثة ورابعة وما يقدروا يعملوا عمليات. تمام. مو مرشح العملية، بس العملية خطر عليها لأسباب تانية. نعم، لأسباب معينة. ده اللي بعدين عندنا العمليات الثانية. هاي بقى نيجي على العمليات صار اسمها الشعبيا اسمها العمليات التجميل. نعم. عمليات التجميل نحن لما المرضى طبعا تحت موضوع العلاقة الزوجية مهم جدا فيها. المرضى معظمهم نحن لما رد 40 و50 سنة رد شاب يعني. نعم.
فلما يصير توسع بالمهبل ويصير هبوط رحم، العلاقه الزوجيه تضطرب، يعني يصير مشكله. ففي عدة عمليات. في نحن عندنا نحن نسميها انتيرو بوستيرو كولبورهافي، اسمه اصلاح جدار المهبل الامامي والخلفي. هذا طبعا المرحله الاولى من عملياتي. المرضى عندها مثلا عندها توسع بجدار المهبل، وعندها جدار المهبل نازل الامامي. اذا كان الامامي نازل مع المثانه نسميها اصلاح امامي. نعم. نرفع المثانه ونعمل عمليه تجميليه ونضيق المهبل ونرفع المثانه لفوق، كانوا المرضى ترجع مثل لما كانت صبيه. تماما. اذا كان جدار خلفي كمان نازل مع المستقيم اسمه اصلاح خلفي كمان. طبعا اصلاح خلفي اسهل شيء، هو اصلاح امامي شوي اصعب لانه عمليه اصعب كمان، وبدها يعني احيانا 3 ايام 4 ايام بدها قسطره البوليه معهم. هاي اصلاح امامي خلفي احيانا نعمل مع بعض كمان، احيانا نعمل مع هالعمليتين يصير تضيق الفرش كمان، يتضيق مع المريض. الحاله الاصعب اذا عنق الرحم نازل ممكن تشيل قطعه من عنق الرحم، خزعه مخروطيه. ايوه. هاي يسموها عمليه مانشستر اسمها. هاي طبعا هي عمليه اصعب هاي، بس كمان كل عمليات كل مريض لها طبعا، كل مريض لها لازم تاعها. الحالات الاصعب اذا رحم كله برا بدك تعمل استئصال رحم مع اصلاح امامي وخلفي، وطبعا عنق الرحم يكون راح كمان. تمام. هاي العمليه الاخيره. هلا من جديد هلا طالع عمليات حديثه، طبعا هون بالقاموس صار بدها خبره اكثر ساعات، هون لسه قليل يعملوها. اسمها عمليات سلينج اوبريشن، عمليات الارجوحه. مثل الريبان نفسها، يحطوا الريبان من جدار البطن من برا عن طريق تنظير ابره مثل الكردي بسموه شوجين، يعني مثل تماما. يطالعوها في يعني لها المسار خاص. طبعا بيجي جهاز ايكوغرافي يفوتوها، يمروا من قدام الاتصال عنق الرحم مع الجدار الامامي المهبل وهذا المحل احليه كمان، ويرفعوا يرفعوا المسار كلها فوق. عمليه 10 دقائق هي، تخدير موضعي. الله. ومرضى الطيب بسرعه. يعني هذول كمان مرضى البدينه اللي في صعوبه. العمليات الثانيه هاي هاي سهله كناحيه يعني مرضيه ناحيه الشفاء. نعم. بس طبعا ناحيه تقنيه عمليه شوي صعبه، ارجاع خاص بدها عياده خبيره جدا يعني. اكيد يعني. هاي بصراحه هي قليل نعملها، يعني كنا دار التوجيه الجامعي نعملها باعتبار كانت على مشكله اكيد طبعا مشفى، بس هون لانه هذا المساله تمر بجنب الاوعيه الحوضيه. نعم. فيها صعوبه شوي في امكانيه يعني. بس هلا بالشام بيعملوا دار التوجيه الجامعي عمليه ناجحه كويسه، نتائجها مرجوه، نتائجها كويسه. طبعا قبل العمليات بدنا نذكر المرضى كمان اذا في اعراض مرافقه للمرضى، اذا مريضه عندها مشكله بالبول مع هذا دراسه. تماما. المريضه اللي عندها هبوط لحاله هالعمليات كلها كويسه لها. وقال طبيبي ينقي لها عمليه لازمه لها. نحن بالقاموس اكثر شيء نعمل عمليات اصلاح امامي خلفي، نعمل عمليات هبوط استعاره عن طريق المهبل. بس معظم المرضى على عمليه اصلاح امامي وخلفي يتحسنوا ويرجعوا طبيعيين تماما. المرضى اللي عندهم مشاكل بوليه، عندها مثلا سلس بولي اذا ما تمسك بول يعني، او البول ينزل لحاله، هذيك يفضل نحن نفضل تعمل دراسه بوليه كمان، تعمل دراسه ضغوطات المثانه، تشوف هذا الحالب وهذا الكليه. هون يفضل مشاركه زملاء اطباء الجراحه البوليه كمان مشان ناخذ رايهم. اذا كان بجوز يكون في مشكله مرافقه بالمثانه او بالحليب، مثانه عصبيه، مشان طبيب نسائي ما يعلق بمشاكل ما له فيها يعني. فيتاكد انه ما هي البوليه، ويفضل حتى اذا اشتغل هو يشتغل طبيب، هو طبيب بوليه مع بعض كمان. تماما يعني ما في داعي يعني واحد يحط على المغامرات. تصدف احيانا يكون طبيب مساعد له زميله جراح بوليه. نعم. ويطلع عمليه ناجحه ان شاء الله. تماما اكيد، وهو هذا هو الهدف يعني. الهدف مصلحه المريض طبعا اولا واخيرا. تماما. دكتور، رح نختم لقائنا بشويه نصائح وتوصيات لسيداتنا و اللي عم يسمعونا بالتحديد. طبعا مساء الخير للدكتور صخر ايضا عم يتابعنا، فهو عم يسلم علينا ايضا. الآنسة شيرين، طبعا بظن وصلتي للأسباب، الدكتور شرح الأسباب والأعراض وطرق العلاج. بتوقع أنه شاهدتي الحلقة كاملا، وحتى إذا حاب الجواب على هالأسئلة فيك ترجع على الحلقة. أيضا الدكتور رح يعني هو شرح كل شيء سألتيه عن البث المباشرية. ففينا يعني نفتح المجال كم دقيقة لسه معنا. أي حدا عنده ضل سؤال فيه يسأله على البث المباشر أو على الرقم الأرضي 429-101. الدكتور رضوان بخدمتكم. رح يختم لقائنا بشوية نصائح وهي الأهم، وباعتبار منبر بوير هو منبر توعوي، حابين مستمعاتنا والسيدات اللي عم يسمعونا والآنسات يسمعوا لكلام الدكتور وتوصياته. برجع مثل ما أول حلقة بلشنا، هبوط الرحم هو مرض مكتسب، يعني مرض المريضة جابته لحالها. جاوبته لحالة طبعا لأسباب أحيانا خارج عن عيادتها، بس المرض مكتسب هو. نعم. يعني مو المريض يولد خلقيا معه، المرض مكتسب من البدانة رقم 1، من التدخين، من حمل الأغراض الثقيلة، من السعال المزمن، من ضغوطات الحياة اليومية. بس أهم سبب له الولادات العسيرة. المريض إذا كان شافت ولادة صعبة، أو طبيب زملاء الأطباء كمان يشوفوا الولادة الصعبة،
راح تتعب المريضة زيادة عن اللزوم، ويكون في يعني خطورة ربما. فترة مخاض طويلة أو مم. جنين عرضل أو مجيئات معيبة. الأفضل لا يغامروا يعني. نعم. العملية القيصرية الحمد لله قيصريات يعني صارت أسهل، تخدير متطور مهارة. فيها، تخدير موضعي ونتائج جيدة الحمد لله. نعم. فالأفضل لا يغامروا بالولادة العسيرة. نعم. وبهالفترة هاي متوقع بشكل عام هلا هبوط الرحم قل الفترة الأخيرة بسبب هذا السبب. تماما. والشيء الثاني كمان محافظة على الوزن، أها. المحافظة على الحياة الصحية، على الرياضة، نظام التغذية الصحية، غذائي. النظام الغذائي. خاصة نحن بشكل عام نحن غذائنا يعتمد على النشويات ودهون، هاي مم. تزيد الوزن. وحياتنا اليومية بشكل عام حركة قليلة فيها. تماما. فنحن ننصح الرياضة، ننصح بكثرة الإكثار من الخضروات الفواكه قدر الحاجة تماما قدر الإمكان. وحتى النشويات لابد منها بس تكون كمية أقل. كمية أقل. وأحسن رياضة هي المشي. المشي مم. الحمد لله لا زال في يعني ملاعب حدائق فيها العالم يمشي، يعني تماما ما في مشكلة أكيد. يعني. نتشكرك كثير دكتور رضوان محمد، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها، على هالمعلومات القيمة والاستضافة الحلوة دكتور. شكرا كثير. جالكس باس. سلام. بنتشكركم أيضا مستمعينا ومتابعينا على حسن متابعتكم لحلقتنا، على أمل نلقاكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.